مساء الخير لكل أصدقائنا المستمعين، لكل اللي انضموا لنا ودايما عبر إذاعة صوت سيدني. تحية لكل اللي عم يسمعونا عبر صوت سيدني أبليكيشن وصوت سيدني.com.au. من وقت اللي بلشت فيه هالدنيا في الخير وفي الشر، وكتار كتير سلموا نفسهم للشيطان، وتفشى الشر بهالصورة الكبيرة اللي منشوفها بكتير اشياء، واهمها الغيرة والحسد، واللي ممكن توصل بالبعض للجريمة او للجرائم على انواعها. بيسعدني استقبل ومباشرة على الهواء أكتر حدا ممكن نحكي معه، يمكن اسأله بطريقة إنسانية ويجاوبني بالطريقة اللاهوتية. دكتور باللاهوت، راعي أبرشية مارن أولى ببانشبول، الأب جون القرعان. أهلا وسهلا فيك عبر صوت سيدني. شكرا ندى، يعطيك العافية، شكرا لمحبتك. الله يعافيك أبونا. يعني رح نبلش بيسوع، وانت بترجع من اول ما بلشت الدنيا. لقد اسلموه حسدا يسوع بحسب انجيل مرقس 15:10. خلينا نتوسع شوي بهيدي الايه وبعدها نرجع نبلش معك منذ بدايه الجريمه مثل ما بيقولوا. الحقيقة إذا بدنا نحكي بالفكر الكتاب المقدس، لنبدأ بتاريخ السقوط وتاريخ الشر في الحياة. يعني بنقرأ بسفر يشوع بيقول أنه حتى الشيطان، حتى الموت دخل إلى الحياة بحسد الشيطان. يعني لما الشيطان سقط وابتعد عن النعمة وعن محبة الله واختار أن يسلك في طريق اللا توبة والشر، أراد أنه هو كمان يخلي آخرين يسكتوا معه. من هون هذا الموت الروحي كان كمان سبب أنه الشيطان بيحب يهلك النفوس بسبب الحسد. لكن عمليا في الكتاب المقدس نشوف قصة قايين وهابيل، أخ وخيه، كيف بدأت الجريمة بالعيلة وكيف مات الأخ بسبب حسد من الذبيحة فذبح خيه. هون بيقولنا الكتاب المقدس أنه ما في شر مثل الحسد، أنه كيف العيلة بتنتهي، أو كيف ممكن المحبة تنهار، أو كيف ممكن علاقات الأخوة تصير سبب للصراع أو للموت. إنه أول جريمة في الكتاب المقدس في العهد القديم، قايين ذبح هابيل، قتله، وربنا قال له أين هو أخاك؟ قال له أحارسا لأخي أنا؟ قال له من يدك أطلب دمه. فإذا هذا الدم الذي سفك كان السبب لجريمة القتل في العيلة، الحسد. السبب الثاني بقصة يعقوب ويوسف. يعني يعقوب كأب عطى يوسف ابنه قميص ملون غير بقية أولاده، فنشأ الصراع الحسد بقلب العيلة، والأخوة كلهم تأمروا على يوسف لأنه شافوا ما في عدل بالقرار من الأب. كأنه من أهم القصص كمان كأنه في تمييز بالعطاء الغير المسؤول الواعي من الأب يلي وولد هالحسد بالأخوة، وتأمروا بتعرفوا على يوسف، حطوه بالجب للموت يعني. لكن ربنا خلصوا من الموت، ومرق يوسف بمعاناة كبيرة لما راح مصر عاش كعبد وعيش العبودية بالسجن، وربنا لأنه كان طاهر وعفيف حرره وحكم وصار ملك، ولكن ما انتقم من إخواته. جسدنا العدل بالغفران وسامحهم ليعلمهم أنه الحسد ما بينتهي إلا بالتسامح والمحبة. ولكن بيأرجينا كمان أنه كيف العيلة مرة تاني بالكتاب المقدس من خلال الأب يعقوب هالتصرف نحن ما بنعرف إذا في محبة زايدة ولا قرار عدم واعي خلق الحسد وصار كحسية الجريمة. كمان بالعهد الجديد ما بدأ يسوع في رسالته ينشر المحبة ويغير العالم، وبدأ كتير ناس يتبعوه ويصيروا متلاميذه لأنه آمنوا برسالته. هون كمان نشأ الحسد على يسوع، ومن يسوع بدأت المؤامرة على يسوع. من هون نشوف كمان هذا المرقس 15:10 إنه يسوع كمان سلموه للصليب حسدا. وهون نشوف إنه الجريمة ما انتهت في التاريخ. يعني
أبداً. فعل الشر من وقت ما خلق الإنسان لحتى ما صلب يسوع على الصليب، كان الصليب المأساة كان الحسد. كمان صارت مع القديس نكتاريوس الكبير. يعني القديس نكتاريوس قديس مهم كتير بكنيستنا، كان كاهن تقي ومتواضع ومحب، كان بالإسكندرية، والبقية الكهنة غاروا منه الحسد وعملوا مؤامرة كبيرة عليه ليطردوه من مصر. فطردوه وراح على اليونان، وكان بالأوتيل ما معه ياكل، وعيش صليب الجوع والفقر والموت، وركع قدام صليب يسوع وقال له يا رب شو أنا فعلت لحتى يصلبوني بالحسد؟ قال له أنا شو عملت كمان لحتى يصلبوني؟ فما في تلميذ أفضل من سيد. ففكرة الشر، فكرة المؤامرة، فكرة الموت، هي نتجت كله نتيجة الحسد والغيرة. الغيرة والحسد بالمفهوم الكتاب المقدس هو موت المحبة بقلب الإنسان. الإنسان ما بيحب الإنسان، ما بيحب الخير للإنسان، من غيرته وحسده بيخلق الشر ليدمر الإنسان، ينطفي قلبه وعيونه وكل شيء. أبونا يعني ذكرت كتير أشياء مهمة بدي أرجع أتوسع فيها، بس لنرجع عند قصة القديس، إنه حتى كانوا يغاروا من محبة الناس لألهم. في ناس بتغار إذا شافوك عم تبتسم، هني ما بيعرفوا شو في بحياتك، شو في مارق بحياتك، أنت عندك صعوبات ولا لا. يعني في ناس حتى بيغاروا إذا أنت مبتسم، إنه أنت ليش منك زعلان مثلا، أو ليش على طول بتشوفي إنك قوي مثلا، وليش ما بتبكي قدامهم. وبحبوا دور الضحية اللي كتير ناس بيحب يلبسوها. كمان ذكرت العيلة، إن كان الأهل، الأم أو البي، والتمييز. بس نحن بمجتمعات كتير منقدس العيلة ومنحب العيلة، ومنعرف مؤخرا أنه في هالاضطهاد الكبير ضد العائلة. ولكن بنفس الوقت قديش نحن منحارب لنحافظ على هيدي العيلة، قديه بقلب العيلة من دون ما نذكر مين، حي الله حدا فيكون، عم يتعرضوا لverbal abuse، عم يتعرضوا لإساءة لفظية أو بالمعاملة أو بالتمييز بين الخي وخيه أو الأخت وأختها أو whatever. يعني عم بيصير في هيدا التمييز، عم بيصير في هيدا الكره بالعائلة الوحدة. بنفس الوقت انه منقول واذا هيدي العائلة ونحن بدنا نمرق، يعني شيء طبيعي الواحد يتعرض لهيدا الابيوز. فهون بدنا نحافظ على العائلة، وبدنا نسامح، وبدنا نمرق، وبنفس الوقت مش مزبوط الانسان يتعرض لهيدا الاساءة ولهيدا التمييز. سؤال كتير حلو. أكيد ما في شك، يعني العائلة هي شغلة كتير مقدسة أسسها الرب من وقت ما خلق الإنسان. ولكن ما ننسى أنه الإنسان من بعد ما سقط وانحرف وعن المحبة، عاش الإنسان الجحيم مع نفسه، والإنسان صار وحش والذئب من بعد السقوط. والإنسان ما بقى عنده رحمة ومحبة بقلبه، لأنه من بعد ما فقد الإنسان النعمة بالخطية صار الإنسان عبد لأهوائه. بيسميه الرب يسوع، بيقول من يفعل خطية وعبد للخطية. هذا الإنسان هو مريض، يعني هو مريض بحاجة لعلاج، بحاجة مين يداويه ويشفيه. إجا المسيح كطبيب فتح يعني باب الخلاص بالتوبة، إنه كل إنسان مريض بيقدر يشفى. ولكن طبعا العائلة بدها تكون قومي على مبادئ. أول شيء المحبة العادلة. بس ما في أهل أبونا بيقتنعوا إنه هن عم يعملوا غلط أو هن عم بيميزوا، يعني على طول هن صح والولاد غلط. هلا أكيد ما في شك الإنسان إذا ما بيعرف نفسه دائما بيعتبر حاله منزع عن خطية. وهون الخطية يعني الإنسان بده يتواضع، ولكن ما بيعمل قرارات بالعائلة بيخلق الحسد والغيرة ويخلق شر من دون ما يعرف، ويكون هذا سبب لانهيار العائلة. نحن عندنا بالكتاب المقدس صورة تانية عن العائلة، يلي هي قصة اليعازر اللي كان بالقبر وأخته مرتا ومريم. إنه رغم إنه هو ميت بالقبر، ولكن إني راحوا لعند يسوع وترجوا يسوع، لأنه يسوع كان بيعرفوا في صداقة وكان بيحبه لدرجة بكي عليه. وهم بيأرجونا المحبة بالعائلة هي سبب القيامة من الموت. يعني لو ما هني راحوا لعند يسوع وترجوه، ما كان يمكن يسوع وقتها فكر بالقيامة اليعازر بين الأموات.
وهون عم تقلنا الكنيسة إنه المحبة بالعيلة هي القيامة. بس نهار المحبة الموت موجود. عشان هيك كتير الكنيسة بتشدد على روابط المحبة بالعيلة، يلي هي بتكون على أساس يسوع اللي بيحترم الكل وبيحب الكل وبيغفر الكل. ولكن ما معناته واحد بيسكت أو بيغض النظر على تصرفات ممكن تشوه المحبة بالعيلة، لأنه طبعا الله بيحب العدل والله هو الحق. فهذا الشيء بده تمييز وحكمة وخبرة. يعني ما كل شخص يمكن بينتبه بيوعى مثل ما صار مع يعقوب وابنه، مثل ما صار مع قايين وهابيل أحيانا. ولكن لأنه الإنسان مريض روحيا، هناك بيحكي عنه القديس ذهبي الفم شغلة كتير مهمة. بيقول عن الحسد، بيقول انه الشيطان ما بيحسد للشيطان. الانسان بيصير شيطان بالحسد، ولما بيحسد الانسان بيصير شيطان بالفعل. بيقول الحسد بيقتل الانسان الاخر هو حي. يعني مشان هيك بيقول قديس ذهبي الفم في كتير عالم بيصيروا الشياطين بالحياة، مش بيقول بالشكل انما بالفعل بالعمل. يعني اذا بيقول القديس بايسيوس انه الشيطان هو اكثر مخلوق في الوجود يتألم، ما عنده محبة. بس واحد يفقد المحبة بيفقد كل شيء، بيصير شيطان بالحياة. مشان هيك الإنسان عنده هذا الحسد كمرض. وعنا نحن بالكنيسة صلاة للحقيقة هي يعني تحمي من العين الحاسدة الشريرة. في صلاة لأنه الحسد شر. يعني كل جملة عم بتقولها عم بكتب الأسئلة، مع أنه مجهزة غير أسئلة. حكيت أنه ربنا عادل، وأكيد ربنا عادل. في ناس كتير بيتعبوا بهيدي الدنيا وبيبقوا مرتاحين. ليش؟ لأنه بيقولوا بعدين ربنا رح يكرمنا هونيك، مش هون على الأرض هونيك. بس كمان ما في عدالة على الأرض، كما تدين وتدان. كمان في عدالة على الأرض كمان. أحيانا إذا حدا أذانا نحن وعايشين بنشوفه بعد فترة عم بيصير في شيء سيء مثلا، بيصير في عدالة أحيانا على الأرض. هلا أكيد، ولا العدالة بعدين؟ أكيد العدالة بالحياة منها انتقام من شر الإنسان اللي فعله ضد خيه الإنسان. لأنه بيقولوا آباء الكنيسة الانتقام الحقيقي هو مش الانتقام، لا بيجي من أفعاله للشخص. يعني أكيد الإنسان اللي شو بيزرع بيحصد في الحياة، ما في شك. هلأ أمتى بيحصد هذا الشر وأمتى بيحصد هذا الخير؟ نحن ما بنعرف حكمة الله في الحياة. ولكن أكيد الله بيأدب الإنسان لخلاصه. مشان هيك بيقول يا سفر يوحنا، إنجيل يوحنا بنقراها نحن بالدفن، إنه اللي بيعمل الأعمال الشريرة سيقوم إلى قيامة دينونة، واللي يعمل أعمال الصالحة سيقوم إلى قيامة حياة. يعني الإنسان اللي يعمل الشر ما معناته أنه ما في دينونة. إن كان هلا أحيانا بنشوفها على الأرض يعني يا بس يعني مثل بقول قديس ذهبي الفم إنه الإنسان بيلبس قناع، ما بينكشف حقيقة الشخص إلا بالدينونة الأخيرة. يمكن نشوف نحن الغني فقير والفقير غني، يمكن نشوف القديس خاطئ والخاطئ قديس. الله بيكشف حقيقة قلب الإنسان الحقيقية الأخيرة لما ربنا بيعلن حقيقة اختيار الإنسان. بس ما بيعني إنه الشر الإنسان بهالحياة ممكن. مشان هيك قال له ربنا لقايين ومن يدك أطلب دمه. يعني كل خطية ضد الإنسان هي ضد الله بالنهاية. ما هيك قال الرب يسوع؟ قال كل ما تفعلوا بإخوتي هؤلاء الصغار فبيك تفعلوا. يعني أنت عم تسيء لله، عم تجرح الله، عم تهين الله، أنت بالنهاية عم تعمل شر ضد محبة الله مع الإنسان. فهذا الشر الموجود أكيد ربنا بيبكي وبيتألم، وربنا بيسمع لصراخ المظلومين. أكيد نحن ربنا هو صاحب الحكمة القرار كيف يأدب الإنسان. وما في شك الإنسان بيتأدب، كيف يتأدب كيف وأمتى يتأدب. يعني ربنا هو صاحب القرار الحكمي، ولكن للخلاص. يعني ممكن يتأدب الشخص اللي بيحسد بغار وممكن يكون أفكاره شريرة وممكن ينفذها، بس أكيد مش المسلمين نفسهم للشيطان 100%. يعني والشيطان بيعطيهم كمان. يعني نحن فكرة الشر الشيطاني كحركة وكفكرة بالحياة إنه ما في شيء بالمطلق، ما في أمل بالتوبة.
يعني كل اللي عاشوا الخطية ونشروا الخطية أو الشر في الوجود مش معناتها أنه هني ما في أمل يخلصوا إذا بيتوبوا. في ناس هني بس ضحايا. الشيطان بيتوب؟ لا مش عم يحكي على الشيطان. بس في ناس أقوى من الشيطان. ايه يعني هذا ما أقول إذا بيتوبوا لأنه كل القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية كانوا أكبر خطأ كانوا خطأ وعايشين أكبر خطية. أوكي خطأ. إن كان حسد ولا كان طمع ولا كان زنا ناس ولا عادية. إيه هذا جزء من الخطية الموجود بالبشرية. ولكن رحمة ربنا بباب التوبة للخلاص موجود. يعني بيقول قديس حق السرياني ما في خطية بلا مغفرة إلا الخطية بلا توبة. يعني لما الإنسان بيقول قديس سلمان مش الخطية إن الواحد بيعمل خطية، الخطية إنه الإنسان بيرفض إنه يتوب. هذه بيقول شر الشرور. بهالمعنى الإنسان بيصير كأنه شيطان يرفض الخلاص بعدم التوبة إذا أصر. يعني إذا واحد أساء للإنسان وعمل كان حسد ولا غيره ورجعتي أنت سامحتيه وغفرتي له وهو ما أراد يتوب يكمل بالشر وبالخطية، الدينوني عليه مش عليك. والكذب يعني دينوني على الشخص مش عليك. وهون الدينوني بمعنى هو يختار الخطية على المعرفة. نعم. كمان هون بيدخل الكذب. قديش في ناس بتسامحها وبتمرق بحياتنا ومنسامحهم وبيلعبوا على نقاط كتيرة. ممكن طيبة القلب، ممكن انه انت شخص بيسامح كتير وما لك جلدة وجع الراس مثلا، متفائل تنقول، وبتحب ما تخسر الناس اللي بتحبها. فناس ممكن يتكلوا على هالشي انه انت بتسامح، انت ممكن تمرق، وبرجعوا بيكذبوا انه هي نحن عرفنا غلطنا وهن لا عرفوا غلطهم ولا شيء. فكرة الكذب شيطاني كموت بالحياة بدأت بقصة آدم وحواء. يعني القديس الذهبي فهم بيحكي كلام رائع على موضوع الموت والخطية. بيقول انه الله قال له لآدم وحواء اذا بتاكل بتموت، لكن اجا شيطان او شخص قال له لآدم لا اذا بتاكل ما بتموت. بيقول قديس الذهبي فهم كيف بنعرف انه الله صادق والشيطان كذاب. بيقول لما اكلوا مات آدم. فاذا الحق ما بيعطي موت، الحق هو حياة. عشان هيك رب يسوع قال الشيطان كذاب ابو الكذب. انما الكذب الشيطاني هو موت روحي، والموت الروحي ادى للموت الجسدي في الكتاب المقدس. مشان هيك بيقول بولس الرسول صادقة هي الكلمة. يعني ربنا ما ولا مرة بيكذب بكلمته برسالته معنا. دائما كلمة الله المسيح كلمة حق. أنا هو الحق والحياة. اللي ما بيطيع الحق هو بيكون عم يدمر نفسه. اللي بيطيع الكذب ويحب الكذب ويؤمن الكذب ويعيش الكذب أكيد بيكون اختار طريق الدمار بالشر لنفسه. لو كان بالظاهر ناجح بس بالنهاية هو فاشل روحيا وميت. هي نقطة كتير مهمة بدنا نلتقن فيها للموضوع. أنا رح أوعد كل اللي عم بيشوفونا أنه كل مرة رح نحكي بموضوع لازم كتار يسمعوا. والنقطة اللي ذكرتها بالآخر أبونا هي رح نعمل لها حلقة صراحة لوقتها، لأنه مستحيل تمرق هيك مرور الكرام. أنه بالآخر يعني كيف حضرتك كمان كمرشد روحي انه كيف الواحد ممكن ينصح ناس انه فرحوا لغيركم، انبسطوا لغيركم، غيركم نجح، غيركم سافر بطيارة فخمة، عمر بيت جديد، نجحوا ولاده، تخرجوا ولاده، معه مصاري. يعني فرحوا لغيركم. شو بتخسروا اذا فرحتوا لغيركم؟ هلا فكرة الفرح ما بتيجي الا من محبة بالخير للآخر. ولأنه نحن بمجتمع للأسف في كتير من الجهل الروحي كمرض، بتبقى المعاناة الروحية بموضوع الحسد والشر. لأنه نحن ما بنعرف أحيانا كلمة المسيح، كلمة الخلاص. يعني نحن عايشين بعادات وتقاليد ومفاهيم ممكن ما يكون لها علاقة بالوعي الروحي الإنجيلي الكنسي. لما الإنسان بيتعمق بيروح كلمة الله لابد أنه يصير في حد الأدنى من الوعي بالتغيير. لأنه ما مستحيل الواحد يقرأ كلمة المسيح وتبقى الكلمة كأنها ظلمة بقلبه إلا إذا هو قلبه ما بده يفتحه لكلمة النور. ولكن عمليا كأب راعي أنا بحكي أنه 80% من سبب الصراعات بالعلاقات البشرية هي كلها ناجية عن جهل، وسببها هو الغيرة. ولكن الجهل بيقتل الحق وبيقتل المحبة.
قديش مهم كلمة الكتاب المقدس، يعني نحن منآمن الآب والابن والروح القدس إله واحد، وقديه يعني ما في لزوم نحن نسجد لربنا، بس ما في لزوم نصلي قدام أي شيء، نحن بس نقرأ بالكتاب المقدس ونطلب اللي بدنا إياه وتختبروا يسوع بحياتكم كل يوم. يعني اختبروا، يعني جربوا. بدي منك كلمة أخيرة لكل اللي عم يسمعونا. أكيد. هلا نحن فكرة كلمة الله مثل بيقول بولس الرسول بتدخل بالقلب وبتغير الإنسان. يعني مثل ما صار مع بولس كان شخص يضطهد المسيحيين، وكان هو عم يساهم باضطهاد الكنيسة. ربنا ظهر له قال له لماذا تضطهدني؟ يعني الرب يسوع فتح له باب التسامح والغفران، لأنه كان بيقول بولس الرسول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. يعني هذا الجهل أمام المحبة والحقيقة اجى المسيح وظهر له لبولس ظهور استثنائي تاريخي، وجعل منه رسالة يبشر نور العالم. فكل إنسان عنده الأمل أن يعود ليسوع توبة حقيقية صادقة من قلبه، إذا بيريد طبعا يترك الظلمة ويرجع النور. يعني النبي أشعيا بيقول نحن ما بس بدنا نكره الشر، ولكن بدنا نفعل الخير. وهون ببلش الإنسان يسلك طريق المسيح مش طريق نفسه. يعني الإنسان بشكل عام هو إنسان أناني، بيعبد حوله، بيعمل مشيئة بتخدم مصالحه الذاتية والأنانية. يعني حتى محبته لله يمكن يكون مبنية على مصلحته الشخصية. وهون بتشوف هذه العلاقة إذا مع أي شخص كان من علاقة مسيحية حقيقية روحية ما بتستمر، بتنهار وبتزول، لأنها علاقة مصالح مبنية كانت على الأنانية، الطمع، الحسد، الشر. كل العلاقات بلا يسوع بالنهاية هي موت وشر. وقديش الشيطان بيكون مزعوج، يعني كل مرة بتقول له زيح مش رح رد عليك، بيرجع بمؤامرة تانية، بيرجع بشي تاني. كتير بينزعج لما الإنسان ما بيرد للأفكار الشريرة أو حتى للشيطان. يعني أكيد ما في جحيم بالنسبة للشيطان مثل ما الإنسان بيحب الإنسان. بسيطة، يعني هي بسيطة. وهذه أصعب شيء، إنه الإنسان يهزم الشيطان بمحبته لخيه. شكرا لك أبونا جون قرعان، وإلى اللقاء بحلقة جديدة وقريبة كمان. شكرا كثير لك، أهلا يعطيك وسهلا العافية. فيك. يا هلا.